هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. يلا بينا نتخانق. بقولك ايه، كنت عايزة اكلمك في موضوع كده. موضوع ايه؟ انت مالك وشك قلب كده ليه؟ عشان فاهم كويس هترسي على ايه. هو انا كل ما احب اتكلم او اتناقش معاك في حاجة تاخدها على صدرك وكأني جاي اهاجمك؟ انا برضو؟ ولا انت اللي كلامك على طول كله لوم وانتقاد؟ تحب اثبتلك؟ طب يلا قولي عايزة ايه. لا وعلى ايه؟ انا هخرس خالص. ولا اقولك هبقى اتكلم مع اي حد تاني، ماما ولا صاحبتي بقى، وما تبقاش تزعل من النتائج وترجع تقولي ما بتنفذيش كلامي ليه. ازيك يا تامر؟ ابدا انا ولا انت تقول؟ زي ما تحبي، انا جاهز على فكرة. بذمتك مش دي غلطة متكررة؟ غلطة مين بالظبط؟ ليه وهي مش واضحة؟ لا، ما احنا ما نعرفش الخلفيات. يعني ممكن فعلا تكون الحوارات دي جدل لمجرد الجدل، وده بيبقى شيء مزعج جدا وضياع للوقت. ويمكن يكون تجني عليها. الراجل دايما ملوش خلق، والستات بطبعها بتحب تتكلم وتتناقش، وما تنساش ان الغرض في الغالب بيكون وصول لحل يتفق عليه الطرفين عشان الراجل ما يزعلش. طب ليه ما تقوليش ان في دماغها شيء معين وعايزة تفرضه بأي شكل وخلاص؟ ما هي تقصد انها تقنعه عشان ما تعملش حاجة من وراه او تضايقه بانها خلفت اوامره. محسساني ان الست دايما مطيعة ومسالمة والراجل هو اللي غاوي مشاكل. الفكرة ان الراجل وقته ضيق وخلقه ضيق كمان ومش عاوز هري. طب وفيها ايه لو وسع صدره وادالها الفرصة انها تتنفس معاه، بدل ما تروح تفضفض بمشاكلها مع حد من زمايلها ولا اخواتها ولا؟ ايه تفضفض؟ وفين احترام اسرار البيت والزوج والكلام ده؟ ما هو ده اللي بقوله، ما احنا عارفين الستات كلامها كتير واكتر من الرجالة عموما، نقوم نحتويها ونوسع صدرنا ولا نسيبها تسكت وتحط في نفسها وتهري وتنكت لحد ما تعيا ونرجع نقول بقت كئيبة؟ والله احنا غلابة وعاملين زي العيال، بس محتاجين شوية صبر ومسايسة. ومين سمعك؟ ما احنا كمان محتاجين كلمتين حلوين، ربنا يخليك، شكرا يا حبيبي، والكلام اللي انت عارفاه. هو انا اللي هقولك يعني؟ يبقى تمام، الحل اهو قدامنا، بنغمض عينينا عنه ليه ونفضل عايشين في جحيم؟ سيبك انت من كل ده. عارفة المشكلة ايه بجد؟ ايه بقى؟ المشكلة ان الست لما بتسكت ما بترجعش تتكلم تاني. طب ده نعرف ناس زهقوا وقرروا يعيشوا خرص مع بعض، وده اللي بنسميه الطلاق الصامت. ومش هتصدقي، لما دورت على النسب لقيتها عالية قد ايه. هو احنا ليه ما بقيناش نتكلم؟ ليه بطلنا نبقى اصحاب زي ما كنا في ايام البدايات؟ بالست ساعات نتكلم وما بنزهقش. ويا ترى ازاي نقدر نفضل كده على طول وما نوصلش للحالة المزرية دي؟ وايه هي الخلطة السرية اللي تخلي الكلام بينا ما يتقطعش؟ ده اللي هنعرفه من تعليقات المستمعين. في انتظاركم.